الاهلي يخسر من طلائع الجيش 2-1 في ماتش غريب قوي من لعيبه الاهلي. اللعيبه من غير روح ومن غير اي حاجه في الملعب. مفيش حد بيغير على التيشيرت خالص. طول الماتش مفيش ريتم للاهلي ولا في جزه في الملعب. والحاجه دي موجوده من اول الموسم الصراحه، مش جديده. انا مش عارف المشكله في ايه. محدش يقول لي المدرب. اللعيبه اللي في الملعب دي هي اللي تشيل الليله كلها. فكره ان النجوم دي اصلا كلها في الملعب وتخسر من الجيش دي نقطه سلبيه. اللعيبه ولا حاسه بالجمهور اللي في الملعب ولا عارفين قيمه التيشيرت خالص. كل اللعيبه بتلعب عشان الجنيه. لازم يكون في شد على اللعيبه دي كلها. يتخصم منهم لا يقل عن 20% من العقد. ده كقرصة ودن. عشان هما باين ان هما ما بيخافوش الا على الجنيه فعلا. ويلعب باللعيبه اللي تخاف على النادي. يلعب بالاشبال. هيكون ليهم شكل على اللي احنا بنشوفه ده. الشناوي راح عليه 3 كور دخل منهم 2. هما مش غلطته قد ما ان الدفاع فيه مشكله. بس برضه لازم يكون عندي جون مهما بيوصل له بيشيل على الاقل. علشان انا نادي الفرق اللي قدامي ما توصلش كتير. ارضيه الملعب كانت وحشه قوي النهارده ودي مش شماعه الخساره الصراحه. اي فريق بقى بيلعب بروح عن الاهلي. واي فريق بقى بيلعب على الاهلي اصلا. زي ما قلنا لازم يكون في وقفه. ومش هسالكم مين رجل الماتش النهارده. احنا ممكن نقول مين كان اسوء واحد في الماتش. مبروك لطلائع الجيش اللي يستاهلوا. وعرض لك لجمهور الاهلي العظيم اللي مش بيأثر ان هو بيروح مطوشه والكلام ده كله. هو بيعمل اللي عليه وبزياده.